اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفهيب. انا عارف ان في ناس كتير جدا على السوشيال ميديا بيعانوا من موضوع انك انت تحول من الجنيه المصري الى دولار او اسكريل او فيزا زي ريدوت باي وباي بيت وباينانس ومايفن. مواقع كتير جدا على الانترنت منتشرة عاوزين نحول منها من جنيه المصري الى دولار ومن دولار الى جنيه. باذن الله الموقع اللي معانا النهارده وهو موقع سبيس ريميت، موقع من اهم واميز المواقع اللي لقيتها على الساحة في الموضوع ده. باختصار شديد جدا الموقع ده يعتبر بنك. البنك ده بكل بساطة حضرتك سواء انت مصري او بره مصر كمان او اي جنسية تانية عربية او اجنبية، تقدر تفتح فيه حساب وتوثق الحساب بتاعك، وبيفتح لك عندهم حساب زي نظام حساب البنك بالظبط. بتحط فلوسك بعملة البلد اللي انت فيها او الدولة اللي انت فيها او العملة المحلية اللي انت فيها، وبتقدر بعد كده تسحب فلوسك من الموقع ده توديها على الدولار او على اي حساب تاني. والعكس صحيح، لو انت عندك حسابات خاصة بيك أجنبية تقدر تسحب منها الفلوس بتاعتها بالدولار وتحطها عندك على حسابك في سبيس ريميت، وبعد كده بكل بساطة تسحبها على التحويل المحلي زي فودافون كاش، انستا باي، اورنج كاش، الحاجات دي كلها. فباختصار شديد ان شاء الله هشرح لحضرتك النهارده كل ما يخص موقع سبيس ريميت. ازاي تفتح حساب، ازاي توثق الحساب بتاعك بالبطاقه الشخصيه او بالهويه الوطنيه او بجواز السفر، آلية عمل الموقع عامل ازاي. وهنعمل ان شاء الله حلقات تانية عن الموقع ده لانه موقع مميز جدا جدا، وهسيب لك اسفل الفيديو رابط التسجيل المباشر في هذا الموقع. وعشان ما تقولش اكتر الفيديو اكتر من كده، يلا بينا نخش على التفاصيل. اول طبعا ما هتفتح الموقع بتاع حضرتك من رابط الثبات اسفل الفيديو، هتفتح الصفحه بتاعتك هتلاقي الصفحه زي ما انتم شايفين بالشكل الاولي ده. طبعا هنا البيانات كلها بتكتبها عادي سواء باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، بس لو انت هتبعت جواز سفر يبقى تكتب باللغه الانجليزيه، لو هتبعت بالبطاقه الشخصيه المصريه او بالهويه الوطنيه تكتب باللغه العربيه. اسمك الاول واسمك الاخير والبريد الالكتروني بتاعك، الجيميل ورقم الموبايل والدوله، طبعا بيدعم جميع الدول العربيه يا جماعه، والجنسيه وتاريخ الميلاد وذكر ولا انثى والكلام ده كله. بتحط باسورد قوي شويه، تمام، ولازم تحفظه كويس عشان خاطر دي هتكون الواجهه بتاعتك داخل الموقع. هنعبي البيانات دي ونرجع لحضراتكم مره تانيه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه خلصنا كل البيانات، وهنعلم هنا على انا مش روبوت، وهتقول طبعا نوع الحساب شخصي، وعلم علامه صح كده على ايه الباسورد بتاعك وتقول له تسجيل. دي كده الخطوه رقم واحد كبدايه في الموقع ده. قال لك هنا دلوقتي احنا بعتنا ايميل فيريفيكيشن كود على الايميل، لازم تتحقق من البريد الالكتروني بتاعك لتفعيل حسابك. هنخش على البريد دلوقتي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، جات لنا هنا الرساله اهي. ولو ما لقيتهاش في البريد الوارد هتنزل على كلمه رسائل غير مرغوب فيها بالشكل ده، وهتلاقوا الرساله جايه لك اهو. نضغط على كلمه كونفيرم. زي ما انتم شايفين شكرا لك على التحقق من عنوان البريد الالكتروني بتاعك، تسجيل الدخول. دي كده اول خطوه معانا عملناها. هندخل هنا بقى الدخول بتاعنا العادي عشان بعد كده ندخل على الواجهه. وده كده يا جماعه الموقع من الواجهه بتاعته من جوه. زي ما قلت لك ده يعتبر بنك الكتروني مميز جدا جدا يا جماعه. الفكره فيه بقى انك انت هنا بتحط فلوس على الموقع نفسه، تمام، على حسابك في الموقع نفسه، وبعد كده تقدر تسحب الفلوس ديت بكل بساطه توديها لاي مكان تاني سواء بقى بالجنيه او بالدولار او باليورو او اي حته. بس اهم نقطه معانا لازم توثق الحساب بتاعك. زي ما انت شايف كده لو دخلت على كلمه ايداع الرصيد عشان تعمل ايداع في التطبيق، هيقول لك ايه؟ يرجى ملاحظه ان سحب الاموال المودعه لن يكون متاحا الا بعد توثيق حسابك. فانت لازم تعمل ايه؟ الانتقال لمركز التوثيق عشان خاطر توثق الحساب بتاعك بالخطوات اللي انا هقولها لك بالظبط. هنا يا باشا بيقول لك يا سيدي ان انت في الملف مركز التوثيق وصف لطبيعه عملك على سبيس ريميت. تكتب لهم وصف لطبيعه العمل بتاعك، ان انت عايز تحول فلوس او اي حاجه من دي. عنوان السكن والمدينه والحي والرقم الشقه وكده لازم يكون مطابق تماما العنوان بتاعك زي العنوان اللي في البطاقه الشخصيه او في جواز السفر بتاعك يا جماعه، تمام. ده رقم اتنين.
كيف سمعت عن سبيس ريميت؟ هتقول له مثلا عن طريق مثلا اليوتيوب على سبيل المثال. هيقول لك هنا جواز السفر ولا بطاقه الهويه ولا رخصه القياده. انت هنا عندنا في مصر بطاقه الهويه الوطنيه اللي هي ايه؟ الرقم بتاع البطاقه بتاعتك. هيقول لك هنا تاريخ انتهاء الوثيقه اللي هو تاريخ انتهاء البطاقه الشخصيه بتاعتك، ورقم الوثيقه هتدخل رقم البطاقه بتاعك. نيجي بقى لاهم خطوه هنا، وهي انك انت هتكون مصور صورتين، صوره للوش الامامي للبطاقه وصوره للوش الخلفي. ولكن ديت هي المهمه في الموضوع، ان انت هنا بيقول لك يا سيدي انك انت هتجيب ورقه فاضيه زي دي كده. طبعا انا مش هوريكم البيانات، بس انا جبت ورقه فاضيه زي دي، كتبت عليها اسم سبيس ريميت اللي هو الاسم ده، وكتبت تحتها تاريخ النهارده او تاريخ اليوم اللي انت بتسجل فيه باللغه الانجليزيه. والتوقيع اللي في الاخر ده، خد بالك بقى من موضوع التوقيع. لو هترفع جواز سفر او وثائق باللغه الانجليزيه هتوقع باللغه الانجليزيه زي اللي في الوثيقه بتاعتك بالظبط، ولا تشيل اسم ولا تلغي اسم. لو في البطاقة الشخصية هتكتب اسمك كما هو بالبطاقة الشخصية باللغة العربية كامل من غير ما تشيل ولا اسم فيهم. تمام الكلام كده؟ هنخلص بقى الدنيا دي ونرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، طبعا احنا رفعنا كل البيانات، بس انا طبعا حذف البيانات دي كلها. الصور لازم تكون واضحة يا جماعة وزي الفل. بعد كده نضغط على كلمة تأكيد. قال لك هنا يا سيدي طلبك قيد المراجعة، سنرسل إليك بريدا إلكترونيا في غضون حوالي 24 ساعة. تمام. احنا بقى دلوقتي هنوقف الفيديو، هننتظر ان يوافقوا على الحساب بتاعنا ويوافقوا على التوثيق بتاعنا، عشان خاطر بعد كده نبدأ نتعامل على الموقع ونوري لحضرتك الموقع بيحصل فيه ايه من جوه. عايز اقول لكم يا جماعه ان الموضوع ما خدش مننا اي وقت، تقريبا من ساعتين ل3 ساعات وتم التوثيق. ودي كده الصفحه الشخصيه بتاعتك. لو دخلنا على الملف الشخصي بالشكل ده وجينا هنا على مركز التوثيق، هيكتب لحضرتك زي ما انتم شايفين كده تم التوثيق. كده تقدر تستخدم البرنامج بدون اي مشاكل. انا هشرح لك ليه يتعمل البرنامج ده والموقع ده ماشي ازاي، ان انا في الحقيقة شايفه اكتر من رائع بالنسبة ان هو عامل لك نظام البنوك الالكترونية بالظبط. دي الصفحه بتاعتك كده في الموقع، وطبعا خلاص كده تم التوثيق بنجاح اهو، علامه الحمراء بالصح اهي. هتعمل اول حاجه ايداع للرصيد. انت عايز تودع الرصيد الاول في حسابك داخل الموقع، وبعد كده تقدر انك انت تسحبه على اي حاجه تانية. ده بيتم ازاي؟ هنا اول حاجه عندك هتلاقي كلمه ايداع رصيد، لو ضغطنا عليها كده زي ما انت شايف كده طلع لك العالمي بالشكل ده. تقدر لو انت عندك منصة في اي موقع او اي بنك من دول او اي فيزا زي بيدوت باي ومايفن وكاست، تقدر تحول منها فلوس مباشرة وتسمح في رصيد حسابك من غير اي مشاكل. ده كده بالنسبة للعالمي. طيب دلوقتي لو انت عندك فلوس مصري بالجنيه، وعندك مثلا على سبيل المثال فيدوت باي، وعايز تحط فلوس بالجنيه المصري في حسابك وتسحبهم بعد كده على فيدوت باي، الموضوع ده بيتم ازاي؟ بتلاقي هنا كلمة عالمي، بتختار كده بتلاقيه طلع لك هنا الدول العربية دي كلها متاحة ومن ضمنهم مصر اهي. لو ضغطنا على كلمة ايجيبت هتلاقي زي ما انت شايف كده الحاجات اللي هي ايه المحافظ الالكترونيه بتاعتنا في ايجيبت او في مصر زي ما انتم شايفين كده. كل محفظه طبعا ليها الحد الادنى للايداع، بيكتب لك هنا الحد الادنى للايداع زي ما انتم شايفين. تمام. على سبيل المثال لو انت معاك فودافون كاش بيقول لك هنا الموضوع سهل جدا مفيش اي مشكله فيه. بيقول لك هنا يا سيدي ان الحد الادنى 51 جنيه والحد الاقصى كذا وسعر الصرف 51 جنيه. طيب انت عايز مثلا تعرف انت لو هتحول 1000 جنيه هيجي لك قد ايه في الموقع. عندهم حاجه هنا كويسه جدا اسمها الحاسبه، تضغط عليها كده يقول لك هنا العمله بالجنيه، تقول له 1000 جنيه، يقول لك هيجي لك والله 19 دولار و60 سنت. طيب ايه اللي بيتم بعد كده؟ بيقول لك يا سيدي قم بتحويل الاموال الى حساب وكيلنا الموضح ادنى، وبعت لك هنا رقم تليفون اهو، بيقول لك ابعت لرقم التليفون ده المبلغ اللي انت عايز يسمح في حسابك بالدولار الامريكي اللي هو بالجنيه المصري. على سبيل المثال 1000 جنيه هيوصلك على الحساب هنا 19 دولار و60 سنت. هتاخد انت الرقم ده وتخش على فودافون كاش، كلنا عارفين الطريقه، ونحول الفلوس للشخص ده. وبعد كده بناخد سكرين شوت، وبعد كده بنكتب هنا اسم الحقيقي اللي انت اسمك انت يعني ماشي، ولقطه شاشه لعمليه الدفع، وبتقول له بعد كده لقد دفعت.
حاطط لك هنا ملحوظه بيقول لك لا يوجد رسوم، يتم قبول الطلبات في غضون من 5 الى 8 او من 0 الى 8 ساعات، قد تتاثر المده باوقات الدوام في حال كانت من مكاتب او كده. يعني موضوع بيكون سريع، وانا سمعت قبل كده كتير ان الموضوع في الموقع ده سريع جدا. طيب، وصلك الفلوس على سبيل المثال وخلاص تمت العمليه وجالك الفلوس هنا في القائمه الرئيسيه دي زي ما انت شايف هنا كده، رصيد الحساب. هنفترض ان انت هنا بقى معاك خلاص 19 دولار او 20 دولار او ايا كان. دي كده الخطوة رقم 1. الخطوة رقم 2 بقى نفس الكلام بالظبط، ولكن هنعكس الموضوع. احنا هنا خلاص حولنا الرصيد وجالنا هنا بالدولار، وعايزين بقى نسحب الرصيد ده على سبيل المثال على ريدوت باي. نعمل ايه؟ هنخش كده على كلمة سحب الاموال. اول حاجة هنا عندك حاجة اسمها تحويل داخلي، بتكون زيرو رسوم، اللي هو من موقع سبيس ريميت الى موقع سبيس ريميت لو انت عايز تحول لواحد تاني داخل الموقع. هتختار كده وهيقول لك هنا عالمي، وايضا هيجيب لك كل التحويلات او كل الدول دي كلها شغاله. تمام. طيب دلوقتي انت عايز زي ما قلنا عايزين ريدوت باي، هنختار كلمه عالمي. تمام. هيتلاقي هنا طلع لك فاولت ومايفن ويب ماني ونطلة وكاست وريدوت باي موجوده اهي، وسكريل وبيرفكت ماني وبايونير وادفي كاش ويسترن يونيون ووايز وبايب وباي بال، كل حاجه. مثلا هنختار على سبيل المثال هنشرح على ريدوت باي اهو. تمام. هيقول لك، هيسالك سؤال، هيقول لك والله المستلم سيدفع الرسوم ولا انت هتدفع الرسوم؟ يعني انت مثلا عايز تحول للمستلم ده او عايز تحول لنفسك 20 دولار يعني قيمه ثابته، ولا هنحط الرسوم عليك انت؟ هتقول له طبعا في الغالب انا سادفع الرسوم. هنا بيقول لك بيانات المستقبل اللي هو الاي دي نمبر، اللي هو الاي دي بتاعك في ريدوت باي. كلنا عارفينه، بنخش على الاكونت بتاعنا في ريدوت باي في التطبيق، بالضغط على كلمه الاكونت بيطلع لك رقم المعرف او الاي دي، بتاخد الاي دي ده تسجله هنا وتكتبه هنا. طيب هنا بقى الرسوم عايزين نعرفها. تمام. هو بيقول لك المبلغ الاجمالي 3 دولار، يعني الحد الادنى هو 3 دولار. طيب انا مثلا هنا قلت 10 دولار، قال لك هنا يا سيدي هتدفع 3 دولار و30 سنت. في رسوم الوكيل 1 دولار و10 سنت، وفي حاجة اسمها رسوم الخدمة 70 سنت، وفي حاجة اسمها رسوم وسيلة الدفع 1.5 دولار. وطبعا كل ما بيزيد كل ما الفلوس بتزيد. يعني مثلا لو قلنا هنا 100 دولار هتلاقي نفسك دافع 106 دولار، وال6 دولار هم هنا رسوم الخدمه 2.5، ورسوم الوكيل 2، ورسوم وسيله الدفع 1.5. تمام. والارقام دي والاسعار دي والرسوم دي يا جماعه بتكون رسوم مش ثابته. يعني مش دايما هتلاقي كده، ممكن تلاقي خدمات تانية ارخص من كده واغلى من كده. طيب ده كده بالنسبه لريدوت باي. بعد ما تحط لهم الرقم هنا وخلاص، انت طبعا حاطط حسابك في فلوس وكل حاجه، انت خلاص بقى مش محتاج تحول بقى ولا تعمل اي حاجه، انت خلاص حولت ورصيدك هنا مسمع فيه الفلوس. بمجرد بس ان انت هتسجل الايه الفلوس اللي انت عايزها وهتقول له ارسل الان بالشكل ده، بعد كده هتنتظر فلوسك تجي لك على الاي دي نمبر على حسابك في ريدوت باي. طيب خلينا نختار مثلا حاجه تانية. سكريل على سبيل المثال نفس الفكره بالظبط. تمام. هنا الفلوس هي ال10 هتدفع 13 وهتحط الايميل بتاعك في سكريل هنا. طيب خلينا برضو نشوف باي بال، لان باي بال ده قصه. هنا باي بال 10 دولار بتدفع عليهم 2 دولار 95، قول 3 دولار برضو، بتحط ايميلك الباي بال هنا وبيتم التحويل، بتعمل ارسال الان وبيتم خصم الرصيد من حسابك انت وبيوصلك على باي بال. دي كده بالنسبة ان الناس عاوزين يحولوا فلوسهم من الجنيه المصري من فودافون كاش الى اي حاجة تانية زي ريدوت باي او باي بال زي ما احنا شوفنا. وعلشان ما اطولش عليك الفيديو اكتر من كده، لو انت عندك فلوس على باي بال على سبيل المثال، لانه مشهور جدا الموضوع ده، وعايز تسحبهم هنا على الحساب بتاعك ده وبعد كده تحولهم بالطريقه اللي احنا عملناها الى فودافون كاش، هتختار هنا باي بال. بس هنا بيقول لك يرجى العلم انه فقط باي بال تخضع لرسوم ايداع بقيمه 5% زائد 1 دولار. يبقى تعرف متأكد كده ان انت لو هتحول 100 دولار من حسابك في باي بال هيسمع عندك هنا بالظبط 94 دولار، هيتم خصم ال 5% اللي هي ال 5 دولار من ال 100 دولار زائد 1 دولار كمان.
هنا يا سيدي بيقول لك الحد الادنى 10 دولار اهوت، وبيقول لك قم بتحويل الاموال الى حساب وكيلنا الموضح ادنى. بتاخد الحساب ده وبتكتب هنا في الديجيتال سيرفكس، وبتحول تحويل عادي من باي بال لباي بال على نفس الحساب ده. بعد كده تكتب هنا اسمك الحقيقي، وبعد كده بتحط لقطة شاشة هنا، وبعد كده بتقول له لقد دفعت، وبيجي لك الفلوس برضو نفس الكلام بالدولار، مفيش أي مشكلة خالص. وبعد كده بتحولهم أنت بقى من دولار إلى جنيه زي ما شرحنا في الجزء اللي فات. نفس الكلام بريدوت باي لانها عليها كلام برضه. نفس الفكره يا سيدي، بيقول لك هنا هو تقوم بتحويل الاموال الى حساب وكيلنا الموضح ادنى، وبعد لك رقم الاي دي بتاع ريدوت باي. هتخش على ريدوت باي على الموبايل بتاعك على التطبيق، هتعمل ارسال اموال، وبعد كده هتعمل حاجه اسمها تحويل اموال، وبعد كده هتلاقي التحويل الى اي دي ريدوت باي. هتختار الاي دي وتدخل الفلوس اللي انت عايزها تحولها، وبعد كده بتقول له برضه هنا اسمك الحقيقي وضغطة شاشة، وبتقول له لقد دفعت. الموضوع منهي، وبتكون لازم تتأكد بس من كلمة الحد الأدنى للإيداع لكل واحد. طبعا مايفن او اللي معاه فياز مايفن او بنك مايفن شغال زي الفل برضه، مفيش اي مشكله فيه. هنا برضه هتلاقي الفكره كلها واحد برضه، النيم والايبان والمعلومات دي كلها بتاخدها على بنك مايفن. بتخش على الحساب بتاعك في مايفن وبتعمل ارسال للفلوس، وبيقول لك الحد الادنى 1 دولار الى 100 دولار، وبتاخد نفس الكلام الاسم الحقيقي ولقطه شاشه، وبتقول له لقد دفعت. بيتاكدوا من المعامله، وبعد كده بيحرر لك المعامله. زي ما انتم شايفين يعني الموقع بصراحه ربنا شغال وشامل كل حاجه. عندك كريبتو كمان اهو 3 ار سي 20، وعندك ويسترن يونيون، حوالة ويسترن يونيون بتحولها برضو، وعندك بيرفكت ماني نفس الكلام برضو هتحوله، والموضوع هيبقى شغال زي الفل. وعندك كمان وايز اهوت الايميل بتاع وايز، وعندك فيزا كاست كمان بتقدر تحول لفيزا كاست من خلال هنا، وسكريل وفاولت برضو نفس الكلام. فهو شامل حاجات كتير، وزي ما قلت لك برضه بيقبل دول كتير عربية، ومن ضمنهم مصر طبعا زي ما انتم شايفين. طبعا انا عارف ان انا طولت عليك الفيديو، ولكن انا بحب اشرح كل حاجه بالتفصيل وادي حقك عشان خاطر تاخد حقك كامل. ولما تخش عند الفيديو تلاقي الموضوع سلس وبسيط جدا، والشرح ملم بكل شيء. لو وصلت لحد هنا يبقى انت من المتميزين، مش محتاج منك غير حاجه واحده فقط، انك انت تدعم القناه بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس على الكل، وكمان اعمل لايك وشير للفيديو عشان خاطر الناس كلها تستفاد. واي حد عنده سؤال سيبوا لي في التعليقات، انا برد على جميع الاسئله. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.